وبين المحروقات او امبراطور المحروقات او اخطبوط المحروقات. والسؤال اللي كيروج حاليا في المغرب كامل هو كيفاش القضيه ديال النفط الروسي، واش بصح اشراف المغرب كيشريو من عند روسيا النفط بدرهم ونص وكيتباع المغرب ب 13 درهم خصوصا المازوت والليسانس. واش بخبارك اخي اشرف بان المغرب كتعامل مع روسيا في مجال المحروقات مع العلم ان مفروض عليها قيود من الاتحاد الاوروبي؟ واش هاد الاسئله كاملين كتطرح وبينهم واحد السؤال اللي كيروج حاليا اللي قدموه الوزير واللي ما قدرش تجاوب عليه. انا غادي نقول لك في هذا الفيديو، غادي نشرح لك، غادي نشرح لك بالارشيف ماشي دابا، ماشي عاد غنقول لك انا ولا عاد نشرح لك، وغادي نقول لك حتى رجال الاعمال اللي خدامين في الشركه ديال عزيز اخنو شنو الراي ديالهم. استغفر الله العظيم. بغيت نقول لك الوزراء اللي خدامين في حكومه عزيز اخنوش، اللي كيشتغلوا في حكومه عزيز اخنوش، شنو الراي ديالهم في هذا الموضوع. تبع معايا الفيديو باش نرجع معاك الارشيف باش تلقى انني انا هذا الشيء هذا ناقشته هذه 20 يوم قبل، راه ماشي عاد تيتناقش دابا. سي اشرف، السؤال ديالي سيدي الوزير حول ارتفاع الاسعار، يعني السؤال مطروح الا طرحنا حول ارتفاع الاسعار ديال المحروقات غيجي اطول سبب حاليا هو الحرب الاوكرانيه، ولكن نبغي نعرف الراي ديال الحكومه سيدي الوزير حول القيود المفروضه على روسيا حاليا. ولكن رويترز وكاله الانباء البريطانيه كتاكد بان في سنه 2022 استورد المغرب من روسيا 735 الف طن من المحروقات، ولكن في شهر واحد، غير في شهر واحد ديال 2023 استورد المغرب 140 الف طن من المحروقات، يعني اكثر من سنه ديال 2021 كلها اللي استورد فيها 66 الف طن. الا كانت هذه الاخبار غير صحيحه سيدي الوزير، الراي ديالكم حتى في الترافيك ماريتيم واحد التطبيق كيأكد بان مجموعه ديال الباخرات روسيه تتوجه للمغرب بشكل كبير، يعني واش هذا الصريح هذا؟ مادام 2021 صدرنا العام كامل 66 الف طن وكان ما كيتعداش سعر البترول 10 ديال الدراهم. هذا العام هذا 2023 غير في شهر واحد ولا غير 20 يوم من شهر واحد استوردنا 140 الف طن. واش ما يمكنش الاسعار تنخفض؟ وشنو الاسباب اللي خلاها مرتفعه لحد الان؟ كنتمنى تكون فهمتي شي شويه. انا نوضح لك بالخوشيبه، داكشي اللي شريتيه في 2021 كامل من شهر 1 حتى شهر 12 شريتي الدوبل ديالو غير في 20 يوم ديال 2023. فين كيتخبى داكشي وفين كيبقى داكشي سوق هذا، بل اكثر من ذلك. انت غتسمع الاجابه ديال الموظفين حكومه عزيز اخنوش غيقولوا لك في هذا الامر هذا. السؤال الان ديال المحروقات باش نكونوا واضحين، راه المحروقات جبتيها من هنا ولا من الغرب ولا من الشمال ولا من الجنوب، راه السعر هو الذي يحدد سعر هذه الماده. اليوم دخل المواقع اللي كتبين السعر ديال المواد ودير داك العمليه اللي تكلمنا عليها غير ما مره ديال الشحن مع داك الشيء ديال لاتيك مع لاتيفيا، وشوف الاسعار فين غادي تكون. فواش جا من هنا ولا جا من هنا، راه المواد البتروليه راه موجوده، يمكن لك تحصل عليها من جميع المناطق. اعتقد راني اجبت على كل شيء. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سيدي يشريو من ما بغاو، انت مالك؟ يشريو من ما بغاو يدوزوا لاوروبا ويديروا لك البورصه روتردام انها هي اللي تحكم عليك، اللي هي قلت لكم سابقا انها اكبر بورصه فسادا اللي كيتجمعوا فيها دوك الفساد ديال الخبث ديال المستثمرين ديال المجال النفطي، كيتجمعوا تما باش يتخباو. واكثر من ذلك ان منهم نيت في المعارضه اش كيقول لك ان هذه الشركات هذو كتشري من عند روسيا، هي كتشري من عند روسيا. وشكون اللي كيشري؟ كتشري واحد الشركه اوروبيه. شكون اللي دارها؟ هما نيت اللي داروها في اوروبا باش هما يشريو من عند شركه اوروبيه، انهم راه شراو من عند الشركه الاوروبيه ديال المحروقات. وملي كتقلب وتبحث غتلقى بان هذيك الشركه اللي في اوروبا غير في اطار تنقول بحال تبييض الاموال، يعني تشري من عند هذا دوز لهذا وارى من عند هذا. يعني هذا الشيء اللي كيوقع. يعني لا بغيتو نتوما تنتظروا، يعني كنتو كتنتظروا ولا كتوقعوا بان الحكومه غتجاوبكم على هذا الشيء هذا، راكم غالطين. الحكومه غتقول لك انها تحررات السوق. والغريب في الامر باش تعرف ان كل دوامه عايشين فيها المواطنين الفقراء وعايشين فيها دوك البؤساء، كيبقاو يروجوا اللي بغاو يهضروا على اللي بغاو. جا سعد المجرد غيمشيو هكا، جات المحروقات راه غيمشيو هكذا. اش كيقول لك؟ كيقول لك الحكومه السابقه، مع العلم ان الثلثين ديال الحكومه الحاليه والبرلمانيين ديال الحكومه الحاليه كانوا في الحكومه السابقه، وما كانوش على الوزراء الحقائب. يعني ما كانش الوزير وما كانش، كنهضر على المنظومه الفعليه اللي كتشرع القوانين. دخل البرلمان وشوف شكون اللي كاين. غتلقى هذا البرلماني كان في الحكومه السابقه وصوت على التحرير، وغتلقى هذا البرلماني كان وصوت على التحرير، وكان وبالاكثر من ذلك غتلقى جزء من الناس اللي ساهموا في التحرير اليوم كيهضروا ضد التحرير. يعني مابقاوش كيكذبوا على المغاربه. الامر اصبح واضحا، والمغاربه غيبقى يتوضح لهم بشويه بشويه. انا قلت لكم هادشي هذا راه كيفرحنا، حيت اللي جاي اجمل ان شاء الله، والجيل اللي طالع اجمل ان شاء الله، وعنده اسئله اقوى من الاسئله اللي كتطرح.